السلام عليكم يا أغلى وأحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة جايبة لكم أكلة مصرية أصيلة بطعم زمان، الفتة باللحمة والخل والثوم. ريحة الثوم مع الخل لما بتتشوح كده بتفتح النفس، مع اللحمة الطرية والرز الأبيض حكاية تانية خالص. بأمانة جميل مفهوش ولا غلط، فعلا جميلة وتستحق التجربة. لو عملتها بطريقتي دي هتنبهر بطعمها وبجمالها. تعالوا معايا يا حبايبي نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم بأمانة مفهوش ولا غلط. وهقول لكم على كل أسرارها من أول خطوة لحد ما نقدمها على السفرة. لو أول مرة تشاهدوا قناتي أكلات وحلويات أم ندى، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة حبايبي هجيب حلة كده على النار وفيها طبعا مية عشان أسلق بقى اللحمة الضاني، وهجيب بقى بصلاية كده متوسطة وهقطعها كده لمكعبات صغيرة. لو حابة تبشريها بالمبشرة برضو براحتك، أنا بقطعها كده، بحب البصل فيها كده عشان الريحة بتاعته تبقى جميلة في اللحمة الضاني. بعد بقى ما قطعت البصلاية بالشكل ده هجيب بقى طماطمية صغيرة كده وأقطعها برضو مكعبات صغيرة. ممكن تدعكي البصلة بالطماطم فلفل أسمر ورق اللوري برضو براحتك. أجيب بقى الطماطمية برضو وأقطعها كده نص طماطمية صغيرة، أقطعها بالشكل ده برضو المكعبات صغيرة كده بالطريقة دي. بعد كده هجيب بقى ورق لوري أحطهم كده على البصل والطماطم. هنزل بقى حبايبي كده بمعلقتين صغيرين ملح، والملح ده حسب رغبتك. وكمان فلفل أسمر كده أعمله بالمطحنة، والفلفل الاسمر لما يكون فريش وبيتطحن في وقتها بيبقى في طعمه في حته تانية خالص. وهغطي الحله كده لحد ما تغلي، واول ما الحله تغلي معايا بالشكل ده انا عندي كيلو الا ربع لحمه ضاني، هنزل كده في الشوربه باللحمه الضاني. طبعا الاكله دي 3 انفار حلو جدا، عايزه تزودي بقى اللحمه او تضاعفي الكميه برضو براحتك. عايزه اقول لكم حبايبي ان اللحمه الضاني لما بتتسلق بالطريقه دي بيبقى طعمها بقى في منتهى الجمال. بامانه اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. بقلب بقى الشوربه كده مع اللحمه وهغطيها بقى كده لحد ما اللحمه تستوي. بين فتره والتانيه كده اشوفها استوت ولا لا. ابص كده بقى على اللحمه بتغلي معايا وبتستوي اهي بالشكل ده. اعملي بقى الفته كده في العزومات، فعلا هتشرفك قدام ضيوفك، واعمليها لاولادك واحفادك، حلوه جدا ومش مكلفه، وعملناها في البيت بكل سهوله، مكونات سهله ولذيذه والطعم ما فيهوش ولا غلطه. بين فتره والتانيه كده بكشف على اللحمه واشوفها معايا استوت ولا لا. بشوف بقى كده اللحمه استوت معايا ما شاء الله، وشايفين بقى الشوربه بتاعتها جميله ازاي، واستوت معايا وبقت زبده كده، شايفين بقى الجمال، والشوربه بتاعتها بقى سمينه وجميله وطعمها احلى واحلى. اطلع بقى اللحمه بالشكل ده عشان هحمرها مع السمنه. عايزه تسيبيها كده برضو براحتك، انا احب احمرها كده مع الفته، بتدي طعم في حته تانية خالص بامانه. بجيب بقى الرز الابيض المفلفل اللي احنا هنعمله مع بعض في حله، هجيب كده معلقه كبيره سمنه بلدي، وطبعا انا عامله كوبايتين رز وغسلاهم ومصفيهم بالمصفى. ولو حابه بقى تعملي كيلو رز ضعفي بقى الكميه واعملي بنفس الطريقه دي هيعجبك جدا. بعد كده هضيف بقى معلقه صغيره كده مليانه ملح، وهشوح الرز مع السمنه مع الملح بالطريقه دي. انا بحب اعمل بقى الرز بتاع الفته بالطريقه دي ويكون مفلفل معايا بالشكل اللي انا هحرره لكم برده في النهايه. بشوح بقى معايا كده الرز لحد ما تشوح معايا بالطريقه دي. هنزل بقى بكميه الميه، طبعا انا غاليها في الكتل، بحب احط الميه المغليه على الرز وهو مفلفل. طبعا يا حبايبي كل واحد عارف مقدار الرز بتاعه والميه اللي انت هتضيفيها فوق الرز. هغطي بقى الرز لحد ما يستوي. بعد كده هنعمل بقى تقليه الخل والثوم في طاسه. هضيف معلقه كده كبيره سمنه، اول ما تسخن هنزل بمعلقتين كبار ثوم مفروم وهشوح. بتحبوا بقى حبايبي الفته بالصلصه الحمراء ولا بتزودوا عليها خل وثوم زياده؟ بشوح بقى التومه كده مع السمنه لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح الجميل ده. بدات التومه تحمر معايا، اهم حاجه بقى تحمريها كويس جدا بالشكل اللي انا بوريه لكم ده، بيدي طعم جميل جدا مع الخل بقى، وتحطيها كده على الرز واللحمه طعمها في حته تانية خالص بامان. هنزل بقى كده بحبه خل بتاع ربع كوبايه بالشكل ده. عايزه اقول لكم حبايبي ان انا من عشاق الفته باللحمه بالخل والثوم، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. كده بقى تغلي معايا واركنها كده على جنب. اشوف بقى الرز معايا استوى ما شاء الله، استوى معايا ومفلفل بالشكل الجميل ده، طبعا مش معجن وانا عارفه مقدار ميتي بتاعت الرز. كده بقى معايا الرز جاهز ما شاء الله. هجيب بقى رغيف او رغيفين وهقصهم بالمقص كده لمكعبات صغيره متساويه قد بعض بالشكل ده، عشان احمر بقى العيش دوت
بالسمنه. ما عندكيش عيش ناشف اتصرفي واعملي العيش ده، هيعجبك جدا ومخرفش، وهوريكم وانا بغرفه في الطبق مخرفش ازاي، هيبقى متحمص ومتقرمش وطعمه في حته تانية خالص. اعمليه بالطريقه دي هتنبهروا بطعمه وبجماله بامان، لحد برضو ما اخلص الكميه المناسبه للفته. بعد كده معايا جاهز. هجيب بقى طاسه وانزل بقى بمعلقه سمنه كبيره كده، وانزل بقى بالعيش اللي انا مقطعاه بالشكل ده. جربوا بقى طريقة العيش المتحمص في السمنة، طعمه في منتهى الروعة والجمال بأمانة، حقيقي جميل ويستحق التجربة. ولو حمرتيه وشلتيه في الفريزر وتطلعيه هيطلع معاكي مقرمش وجميل بالشكل اللي انا هوريلكوا برده في النهاية. هحمر بقى العيش كده مع السمنة لحد ما يتحمر معايا ويتقرمش وياخد بقى اللون الذهبي الفاتح كده. احط بقى عليه النار لحد ما يتحمر معايا. في المرحلة دي هجيب بقى معلقة سمنة بلدي كبيرة نحمر بقى فيها اللحمة. هي دي بقى الفتة واللحمة اللي تاكليها ما تشبعيش منها ابدا. انا بعملها بصراحة مرة او مرتين في الشهر، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي وهتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، عجبتكم ولا لا، واعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هرش بقى رشة فلفل اسمر وملح على اللحمة وهي بتتحمر بالطريقة دي. كده بقى اللحمة معايا جاهزة واتحمرت واخدت اللون الذهبي الجميل. هجيب بقى العيش اللي احنا محمصينه وهنزل بقى في الطبق التقديم اللي انا هقدم بيه الفته. سامعين بقى حبايبي الخرفشه بتاعت العيش ما شاء الله. بعد كده هجيب بقى كبشتين كده شوربه واوزعهم على العيش المخرفش، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بعد بقى ما وزعت الشوربه كده بتاعت اللحمه الضاني على العيش، هجيب بقى معلقتين خل بالثوم وهوزعهم برده على العيش بالشكل ده. معلقتين برضو الخل بيدي طعم جميل جدا للفتة. بعد كده بقى هوزع الرز المفلفل الابيض الجميل فوق العيش بالطريقه دي، وهوزعه بقى كده. انا عامله كوبايتين على قد طبق التقديم بتاع الفته. شايفين بقى الجمال، ريحه الرز مع الخل والثوم والشرب الضاني طعمها بقى خطير جدا جدا. هجيب بقى تقليه الخل والثوم واوزعها بقى كده فوق الرز. هي دي بقى الفته بتاعت امهاتنا زمان الله يرحمهم. هي دي بقى الفته اللي تاكلي منها ما تشبعيش منها ابدا. شايفين بقى الفته وجمالها ما شاء الله، الريحه تجنن بامانه يعني. هجيب بقى اللحمه بعد ما حمرتها كده واوزعها فوق الطبق ده كده، واوريكم بقى الاكله الجميله دي. بعد كده حبايبي بقى بجيب بقى معلقتين خل والثوم كده واوزعها فوق اللحمه. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. وبكده حبايبي تبقى الفته بتاعتنا جاهزه باجمل طعم واحلى ريحه. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. يلا بقى بينا ندوق الفته الجميله اللي احنا عملناها مع بعض. اتفضلوا بقى معايا حبايبي، بامانه وبدون مبالغه طعمها في حته تانية خالص، شكل وطعم مفيش احلى من كده. من حلاوتها عايزه اكل الطبق كله بامانه. اللحمه مستويه واخده اللون الذهبي الجميل، والفته بالخل طعمها في حته تانية خالص. فعلا الطبق بيتكلم عن نفسه بامانه، فعلا جميل ويستحق التجربه. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. واستنوني حبايبي في وصفه جديده وطعم احلى ان شاء الله.